هلو رومان وورد فريندز اند فولورز بمطبخكم الثاني. اتس ميا واليوم حنعمل فيجن برجر. مثل ما شايفين قدامنا هون على هالطاوله السوبر كولرفل حنكون عم نستعمل كينوا فطر كرمال نعمل الباتيز تبعنا، وبعدين حنتبلهم ببهارات كتير طيبين ونرجع نشكلهم، نحط لهم طحين الحمص وطحين عادي ونرجع نقليهم. فيلا ليتس ستارت. اول شيء حنعمله حنولي على النار، حنحط ملعقتين زيت نباتي ونتركهم تيحموا على الاخر ونرجع نبلش نقلي الفطر تبعنا. اهم شيء انه تحمل الطنجره تبعتنا كثير كرمال ما بدنا انه الفطر يبق ميته، بدنا اياه يتحمص ويصير هيدا الجولدن كولر عليه، سو لازم تحمى كثير ونرجع نعمله على دفعات مش كلهم سوا. مثل ما شفتوا صارت كتير سخنة الطنجرة تبعتنا، حننزل على دفعات المشروم ونقليهم كرمال ياخدوا جولدن كولر. هون بهيدي الستep بلشوا ياخدوا اللون الحلو، حنزيد لهم شوية ملح وشوية بهار الثوم، بس الفليكس بيجوا حبة خشنة مش بهار الثوم المطحون ناعم. هولي أخدوا اللون اللي بدنا إياه، حنشيلهم بصحن على جنب ونرجع نكمل الباقيين. نرجع منزيد شوية زيت ننطرهم تيحموا ونرجع منزيد المشروم الباقي. كمان حنرجع نشيلهم ونحطهم على جنب. هلا بزيت المقلايه حنرجع نحط شويه زيت ونقلي البصله تبعيتنا. عندي بصله وحده، فيكم تستعملوا بصل ابيض بس انه انا بفضل هيدا لانه عندها طعم اطيب هيك، بعدين وقتها تصير هيك كارملايز بتعطي طعم بعد اطيب، فبنصحكم تستعملوها. حنقلبها كمان لحديت ما تدبل وهيك تتكرمل شوي. الفطر يلي قليناهم قبل حشيل منهم ملعقتين كبار كرمال نرجع نزيدهم على الباتيز بعدين، كرمال يضل عنا هيك شقف مشروم ويطعموا معنا طعمه اكثر. هولي الباقيو حنرجع نحطهم بالبلندر مع باقي الانجريدينتس كرمال نشكلهم على الباتيز. هلا هون البصل تبعنا خلص، مثل ما شفتوا اخذ هيدا اللون الجولدن الحلو وطلعت ريحته هيك كارملايزد كثير طيبه. حنزيده على الفطر ونكمل بباقي الانجريدينتس. هلا لتاني مرحله عنا الكينوا. أنا بجيب الكينوا تبعي من عند رومان، فيكم تشوفوا قد ايه حبتها حلوة، وبحب أخلط اللونين أبيض وأحمر الاثنين. هلا حنسلقهم، حنزيد معهم الفطر والبصل اللي قليناهم كرمال كلهم ياخذوا هيدي الطعمة الطيبة، ونزيد لهم السبايسز ونخليهم يغلوا لكن تنشفت ميتهم على الآخر. حنحطهم على نار خفيفة، نحط شوية زيت نباتي حنحط تقريبا شي نص كباية كينوا ونقليهم شوي سوا. ملعقة صغيرة من الثوم الشقف، ملعقة صغيرة بابريكا يعني بيعطوها طعمة كتير طيبة. أهم شي بهيدي الوصفة هو بهار البرجر تبع رومان اللي هو مؤلف من عدة بهارات، من أهم منها الكزبرة ناعمة، بهار الخردل، بهار حلو، بهار أبيض،
حنحط ملعقتين منهم، وكل نص كباية كينوا بنحط لهم كباية أو كباية وربع. وهلا كل شوي بنتأكد على الاستواء تبعهم تا كانت نشفت ميتهم واستوت حبة الكينوا. هلا انا قبل شوي فتحت عليهم ودقتهم، كان بعد بدهم شويه استواء فزدت لهم شي نص كبايه مي. انتو ضلكم عم بتشيكوا عليهم تتشوفوا الاستواء تبعهم. حنرجع نغطي عليهم نتركهم ونبلش بالصوص تبعيتنا. هون عنا مايونيز بتلاقوها بالسوق فيجن مايو. حنحط 3 معالق كبار. بعدين عنا هون كاتشب، حنحط ملعقتين صغار. عنا هون الباربيكيو صوص يلي عملناها بالفيديو اللي قبله، اذا ما حضرتوه روحوا احضروه واعملوها، عن جد ما رح ترجعوا تشتروها ابدا ابدا من السوق. حنحط 3 معالق صغار. واخر شيء حنحط ملعقه صغيره خردل. اذا بدكم كمان رجعوا احضروا الفيديو وعملوها واستعملوها نحن الريسبي اللي نحن علمناكم اياها. حنخلطهم هلا كلهم سوا. كمان حنزيد شويه بابريكا عليهم. مثل ما شفتوا هلا نشفت المي تبع الكينوا واستوت. اهم شيء تحفوا الكعب تبع الطنجره، لانه هون بيكون كل الفليفر الطيب بس يكونوا صاروا هيك كارملايز كلهم سوا. هلا يلي حنعمله حنجيب البلندر على الايد، منكم مضطرين تستعملوا بلندر كبير، وحنطحنهم كلهم تيصيروا عنا مثل بيوري. هون خلصوا عنا. هلا حنتركهم شوي او فينا نحطهم بالبراد كرمال يسقعوا، ونرجع نزيد لهم الطحين كرمال نشكلهم على الباتيز تبع البرجر. بالوقت اللي ناطرين الميكستشر تسقي حنبلش هلا نقلي البصل تبعنا. حندور الغاز. اوكي، حنحط شويه زيت نباتي وننطرهم كمان تيحموا كتير. مثل ما شفتوا بلشوا هيك يتحمصوا وياخذوا اللون اللي نحن بدنا اياه. حنحط نبرمهم على تاني ميله ونتركهم بعد كرمال يستووا على الميلتين. من بعد ما اخذ اللون الجولدن براون بنطفي عنهم وبنتركهم كرمال يبردوا لكرمال نستعملهم بعدين بالاسمبل تبع البرجر. هلا حنروح نشوف بالبراد اذا سقعت الميكستشر تبعنا ونبلش نشكل الباتيز تبعولاتنا. هلا من بعد ما سقعت عنا الميكستشر تبعيتنا حنزيد لها طحين. انا حاستعمل نوعين من الطحين، حاستعمل اول بيربس وحاستعمل طحين الحمص. بتلاقوه عند رومان، هذا طحين جلوتين فري، ففيكم تستعملوه للعالم اللي عندهم جلوتين انتوليرنس ولا ما بيحبوا ياكلوا طحين عادي، فيكم تستعملوه. بس لازم تعرفوا شغله انه طعمته قويه، يعني حتحسوا بطعمه الحمص، فمشان هيك انا حاخلط نوعين من الطحين. حبلش اول شيء بملعقتين كبار من طحين الحمص وملعقتين من طحين العادي. رح اخلطهم تيصير عندي مثل عجينه. ضلكم زيدوا انتو تيصير عندكم عجينه متماسكه. هلا هون صار عندي عجينه. حزيد هون الفطر يلي كنا شايلينهم قبل، حزيدهم عليهم وارجع اخلطهم كلهم سوا. هلا بزيت المقلايه حنشيل البصل ونقلي هيدي الباتي تبعيتنا كرمال بس هيك نحمرها شوي على بوث سايدز كرمال يصير عنا هيك كراست بتقرمش عليها. وما تغيروا مقلايه، استعملوا زيتها كرمال يضلوا الفليفر تبع البصل المكرمل معها وياخذوها انه تاخذها الباتي تبعيتنا هيدي الطعمه الطيبه. هلا رح حطهم بالمقلايه وانطرهم كرمال يصير وجههم مقرمش. اذا حسيتوا العجينه بعدها عم تلزق كثير على ايديكم فيكم تزيدوا بعد شويه طحين.
بدكم تنتبهوا كتير منيح انتو عم بتشيلون، تستعملوا مشحاف كبير كرمال ما تفرط معكم الباتي. هلا بزيت المقلية اللي عملنا فيها البصل والباتيز تبعنا حنحمص الخبزة تبع البرجر كرمال تاخد كل الفليفرز، ونرجع نبلش تأسمبل البرجر تبعنا. هلا تحمصوا الخبزة تبعيتنا، حنشيلهم وحنبلش تأسمبل البرجر. أول شي حنعمله حنحط الصوص تبعيتنا، حنحط شقفة بندورة، حنحط خس، البصل المقلى تبعنا، كبيس، والباتيز تبع ولادنا. فيكن تحطوا 2 مثل ما بدكم، انا ححط 2 لانهم رقاق كرمال تبين الطعمة تبعيتهم. فينا نزيد شوية صوص بعد فوقهم، ومنسكرها. وهيك بنكون خلصنا الفيجن برجرز تبعنا. جربوها عن جد ما رح تحسوا بنقص اللحمه او الدجاج، واكتبوا لنا بالكومنتس اذا بتحبوا نرجع نعمل غير ريسيبيز فيجن او مش فيجن. وثانك يو فور واتشينج.